والغريب اللي جبتهم لنا كل ينفذوا. هو القوه فيش. نبدي لك بسيد ساعه نتاع جامعات المحليه، سيد شاهد المكافاه نتاعو نتاع لجنه 13. المهمه نتاعهم وامورهم ما تعنينيش لجنه 13 امورهم، اما سيادتك اختاروه لك لاسباب تهم غدوه البلديات، باش اللي قام به النجاح اللي قام به لجنه 13 باش يقوم به في البلديات. نجيك بجنبك سيد وزير العدل. سيد وزير العدل راكم جبتوهم لنا انتوما، تقولوش تتكلموا هكا، راكم انتوما جبتوهم لنا. انا ما كنتش نحكي عليه مثلا، شنو دخلني فيه نحكي عليه؟ ما يجينيش المجلس ما نحكيوش عليه، جبتوه لنا تتحملوا. راهو رجل مهمة القذرة عند بن علي. نعطيك شنو مهمة القذرة، خاطر في السي في مش موجود. السرقة نتاع اليخت اللي قام بها عماد الطرابلسي، شكون القاضي تحقيق اللي تولى تشكشيك الملف؟ السيد الحذاك. كيف ضربة الاتحاد وقت اللي حق ولا باطل، وقت بن علي حب يضربهم السحباني وقضيه السحباني، السيد الحذاك. بن علي ما جا جاهز، ما مدوش مكافاه. يا اخي الثوره كافئته. كيف نمشي للحاجه اللي المفروض ما نحكيوش فيها. هو اختار باش يمشي لاسرائيل، هو اختار باش يتبع معاهم، هو اختار انه ينفذ التعليمات نتاع فخامته اللي كان يسجدوا له. نحن لا يا سيد الرئيس، مش احنا كمجلس، الشعب البرا. انا ندور في الشارع ونقول لك بكل صراحه، ثم سخط مش غضب، سخط على اختياركم لوزير الخارجيه. نورمالمون بعد الثوره كي تسالوا توا دقيقه تسالوا اقعد على اساس التوعيه، انت تقول كنت متخبي. بعد الثوره سور كان متخبي وعنده الحق يتخبى. هلا غالب ورطوه كما غلطوهم، جيبهمناش. نزيد نمشي اكثر من هكا. السيد وزير التجاره توا المرشح لوزير التجاره تم رفضته وانت قبل سيادتك، رفضته وانت رفضته لاسباب الله اعلم شنو، شبهه فساد او ما شابه ذلك. اي تو تقبل فيه شنو معناتها؟ فهمنا. تو انا نعطيك عندي جواب راه اذا سهل الكل، والله عندي لك جواب سيد رئيس الحكومه. كيف نشوفوا نحيوا احنا وزاره الصناعه، جينا نحيوا ملف الطاقه واعطيناه الوزير، وزير لاهي بوزير وزاره الطاقه، شيء كبير شيء عظيم. الويه اهميه كبيره عندها الطاقه. حتى وشوفوا كيف يعني كي نجي نشوف انا انتم ماكم تحتقروا في المراه. ثم احتقار للمراه، لا ثم احتقار للمراه. ما عادش تخدموا بالمراه. مازال واحد يخطب لنا هنا ويجي يحكي على المراه، حسبوا معايا انا. وزاره الثقافه تلمع تحكر في وزاره الثقافه وتحكر في المراه، زوجتهم لبعضهم. غايبين على الواقع التونسي وغايبين على المشاكل تاع الواقع التونسي. يعني هنا كي نشوف شنو نلقى الحكومه اللي عندنا حكومه تاع تنفيذ، تاع اداه تنفيذيه، يعني ماهيش حكومه نتاع استراتيجيه نتاع قرارات نتاع لكن المشكله هي وين الحكومه؟ الناس هذيك شكون يحكم فينا؟ شكون يحكم في الحكومه هذه نتاع الدومين المتحركه؟ شكون اللي يحرك في الدومين المتحركه؟ نحب نعرف. نمشي لقصر الرئاسه نقول قصر الرئاسه يحرك فيه، السيد باجي قسبسي يحرك فيه، السيد باجي الخزرسي وبيدو قال لك انا المسؤول يحكم فيا. فمه قال لك حتى المسؤول قال لي حتى هو بيدو عنده مسؤول يحكم فيه. قولوا لنا شكون يحكم في تونس اليوم؟ شكون يحرك فينا اليوم؟ وشكون يقرر لنا اليوم؟ حتى الدوله المتحركه اقسمتوها. ما هو عندنا عاد الزواج الجديد هذايا، الزواج الغير الشرعي اللي جديد اللي عنده زوج جناحات، وانا نقولش ليه البلاد باركه فهمت حتى جناحاتها النهضه والنداء. سامحوني معناتها باركه البلاد، صفر النمو نتاعها ومش نحت صفر باركه. وانا نقول شنو يعني كي نرجع نقول كلمه بركه يا سيد الرئيس، بربي انقذ ما يتبقى من هذه البلاد. غير مش هكا تغيير، ما لقيتش منطق. كان فشل خليت هو مسمي عليه الفشل. نعطيك سيد وزير التنميه والاستثمار، بدليل سيادتك في مجلس وزاري قررت معناتها تغيير عمليه كامله قام بها. سيد وزير الصحه، السيده وزيره السياحه، السيد وزير المراه، وزارات فاشلين، لكن سيادتك ماكش تشوف الفشل. جاي عملنا اليوم حاجه جديده، مكافحه الفساد، وزاره كامله مكافحه الفساد، حاجه رائعه.
اي اشترى غير باش تكافح لنا فساد. انتم مش متعاطين به الفساد. انت سيادتك ما عندكش في المخ نتاعك، المخيله نتاعك معنى الفساد، مفهوم الفساد.